الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كان في ليلة أمس الجمعة الموافق 17 من الشهر الخامس لعام 45 و400 وألف حاضرة طيبة في مسجد الاستقامة في مدينة المكلا الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ أبو عمار ياسر العدني حفظه الله، وحضر اللقاء فضيلة الشيخ أبو بلال الحضرمي حفظه الله، وفضيلة الشيخ أبو عبد الله زايد بن حسن الوصابي حفظه الله، وفضيلة الشيخ أبو محمد عبد الوهاب الشميري حفظه الله. وكانت ليلة ماتعة ونصائح موفقة ومحاضرات مفيدة. جرى بعدها الجلوس مع إخواننا الدعاة من بلاد شبوة مع الشيخ عبد الوهاب الشميري حفظ الله الجميع، وخرجوا إن شاء الله بما تصلح به الدعوة. وهكذا هم أهل السنة، يردون ما أشكل عليهم من المسائل العلمية أو العملية إلى العلماء، فتزول الفتن وتذهب الشحناء ويحصل الخير. وهذا اللقاء كان الموجه به شيخنا يحيى حفظه الله وبارك فيه ونفع به وحفظه لهذه الدعوة، وأيضا لأعداء السنة، وفرحا وسرورا لحملة السنة ودعاتها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، ومن ذلك أن جمع الكلمة على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه أهل السنة قاطبة أين حلوا ورحلوا ونزلوا، فإن الشيطان حريص على الفرقة وعلى الوحشة وعلى التحريش بين أهل الحق والهدى. والإنسان إن كانت نيته الدار الآخرة يوفق للخير ويسدد للخير ويعان على الخير، وهذا هو الظن في علماء أهل السنة ودعاتها، ومن انضاف إليهم من طلاب العلم وعوام المسلمين. الكل حريص على العلم بالدليل والعمل بالدليل والاتفاق على الدليل، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وكل يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، والمرد إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك ينتهي كل ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الائتلاف والاتفاق والاجتماع على الكتاب والسنة، والاختلاف بخلاف الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأسأل الله أن يجزي المشايخ خير الجزاء، وأن يجعل هذا الاجتماع في ميزان حسناتهم. والله أن مثل هؤلاء الذين يجمع الله بهم قلوب أهل السنة وقلوب المسلمين أنك تدعو لهم، تفرح بهم، تثني عليهم، ترتاح لهم، ويحبون ويناصرون ويؤازرون. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجزا الله جميع أخواننا الذين تطاوعوا على الكتاب والسنة خير الجزاء. وهذا دليل على محبة الجميع للسنة، للدعوة، للخير. أما الذي يريد المغالبة ويريد الشيطان ويريد النفس والهوى ما يستسلم للدليل والحق. لكن الحمد لله الظن بإخواننا قديما وحديثا محبة الدليل ومحبة الخير ومحبة السنة. والخلاف أحيانا يقع في مسائل علمية، وأحيانا يقع في مسائل عملية،
أحيانا يقع لخلاف أفهام، وأحيانا يقع لخلاف تنوع، وأحيانا كما هو طبيعة النفس البشرية. لكن من أراد الله وأراد الدار الآخرة وفق للخير العظيم، وانشرح صدره بالخير واطمأن بالخير، ولا يضره أن يكون غالبا أو مغلوبا. ليس هناك غالب ومغلوب بين تنازل الأخوة لبعضهم بعض، أي والله، بل هناك منتصر، الجميع منتصر، لأن الانتصار على الشيطان وعلى أعوان الشيطان وعلى النفس وعلى الهوى وعلى المتربصين من أهل البدعة الذين يفرحون ويشيعون الشر. ولما مات الأخ سالم صهبان رحمه الله قام الحزبيون ويشنعون ويسخرون ويستهزئون، والآن نقول لهم الحمد لله الذي أغاظكم ورد كيدكم في نحوركم، وحصل من شرحت به قلوب أهل السنة وانغاضت به قلوب أهل البدعة. ونحن موعودون إن شاء الله بزيارة قريبة من أخينا الشيخ أبي محمد عبد الوهاب الشميري ومن معه من طلاب العلم من مدينة عتق ومحافظة شبوة، فحياهم الله بإياهم، وحيا الله كل من ينزل إلى هذه الدار المباركة مناصرا مؤانسا مذكرا ناصحا مرشدا معلما مدرسا، كلهم حياهم الله، طالبا مفيدا مستفيدا، الجميع حياه الله. وأسأل الله أن يجعل ما يقوم به أهل السنة في ميزان حسناتهم، يجدونه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين.